أغلب الناس اللي تشوفهم حولك مو حقيقيين. أنا مو بحقيقي، يمكن حتى أنت مو بحقيقي. السؤال ليش؟ لسنا نخاف نكون على طبيعتنا؟ الجواب بسيط ومؤلم، لأن تكون مزيف أسهل وأوفر للطاقة من إنك تشرح وجهك بالتفصيل الممل. لما أحد يسألك كيفك وتقول له تمام الحمد لله، أنت مش تمام، أنت بس ما عندك حيل تفتح هذا الملف الثقيل، ملف فيه كسرات خاطر، تعب وضغط، لأنك عارف مهما شرحت في الأخير 90% من اللي يسمعك مش فاهم، يا إما يقول لك يا عمي لا تدقق، أو كلنا مرينا بهالشي. يعني باختصار، تعبك عادي، مو مستاهل هالدراما. نتحول كلنا لممثلين محترفين، نحط قناع الإيجابية الزايدة وقناع أنا أموري كلها بالسليم، ونفضل نعيش في دور الشخص المثالي عشان نرتاح من الحمل الثقيل اللي اسمه اشرح لي بالضبط ايش فيك. بس إذا تعبت من التمثيل وتعبت من القناع، تذكر أنت مش مضطر تشرح لأي أحد، بس لا تنسى مين أنت بالحقيقة. خليك على طبيعتك، يمكن أنت تكون 10% اللي يكسر هالقاعدة. فحان الوقت إنك تشيل هالفلتر.